تعالي أقولك، لو عديتي 30 وداخلة على 40 أو حتى 50، فهقولك شوية نصايح كده على الماشي، حطيهم حلقة في ودنك، اعملي بيهم وشوفي النتيجة. أول حاجة كده، يخرب بيت اللي يزعلك، ودي لازم تقوليها وانتي مقتنعة، قوليها وانتي منشكحة، ما تخليش حد يزعلك. أيا كانت الأسباب اللي هتزعلك هتاخد وقتها وهتروح لحالها. تاني حاجة، اوعي تحاولي تبرري موقفك لأي حد أو حتى تصرفاتك. سيبي الحرق الكتير ده لمحبي الترصد واصطياد الأخطاء طمعا في الظهور، وافتكري إن عمرك وطاقتك ونفسيتك أمانة في إيديكي، وإهدارهم على أي حد ما يستحقش أمر لا يستهان بيه. وفي نهاية المطاف الكل يرى بعين طبعه. تالت حاجة، إياكي ثم إياكي ثم إياكي من الانتقام. اوعي تنتقمي، بيضيع الوقت ويدمر اللحظات وبيقتل خلايا المخ وهرمونات سعادتك. الزمن بيدور وعدل الله نافذ لا محالة. يعني من الآخر، لو نسيتي اللي حصل فهو متأيد عند ربنا، فما تحرقيش على الفاضي وعيشي برواقة وخليكي ناصحة. رابع حاجة، اوعي تبصي وراكي وما تقلقيش من اللي جاي. أقدارك مكتوبة، والمكتوب لا بيروح ولا بيتسرق. وأقصى اللي ممكن يعملوه البشر في حياتك هو تنفيذ إرادة ربنا، يعني محدش سايقك، اطمني. خامس حاجة، غيري طريقة أكلك ونوع أكلك ومواعيد أكلك، لأن معدل الحرق في جسمك بيختلف من كل فترة. تحركي كتير، جيم، مش متاح جيم، اتمشي، هتفرق معاكي نفسيا قوي. رقم 6، غيري إضاءة أوضتك، غيري الديكوريشن بتاع أوضتك، هيفرق في نفسيتك جدا. ولو ليكي هواية سبتيها ارجعي لها حتى لو عالضيق. اقري كتير حتى لو مش بتحبي القراية، حاولي. القراية أو الروايات عموما بتاخدك لعالم تاني خالص، نوع من الخيال. أو لو خلاص بقى مش حابة القراية، اتفرجي على فيلم حلو مريح نفسيا بيدي طاقة إيجابية. بلاش أرجوكي الأفلام اللي بتجيب اكتئاب وقتل وخيانة والحاجات دي كلها. احنا عايزين النفسية تبقى حلوة. وأخيرا وحابة أختم بيها، قربي من ربنا بأي صورة ممكنة، بالصلاة، بالاستغفار، بالدعاء، بالذكر، بأي حاجة ممكنة، وثبتيها تكون كل يوم تعمليها، عشان دي الحاجة اللي دايما هترجعلك تاني. وتأملي نعم ربنا عليكي، مهما أخد منك فهو ادالك، عشان ما تحسيش بالمفقود دايما. ونصيحة تانية، دايما اشتكي لربنا، بلاش تشتكي للناس، لأن الناس دايما عندهم فضول يعرفوا الإنسان عنده إيه، لأن انت كده بترضي فضولهم وتكشفي أسرارك، وبعد كده تتعايري وأصلا مش في إيديهم حلول. فيبقى ليه من الأول؟ افتكري بس أسماء الله الحسنى هتفهمي أكتر. اسمه السميع، اسمه الودود، اسمه العادل الجبار، يعني سمعك من غير شرح وبكل ود، وعادل في كل أمورك، وهيجبر خاطرك وهيجيب لك حقك. فاوعي تجري أبدا على حد غيره، احنا ملناش غيره. حلوة النصايح؟ اوعي ما تعمليش بيها. السلام عليكم.